مساء الخير يا كوكيز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله يا ولاد بفكر اعمل لكم سلسلة فيديوهات واسميها كل 3 ايام اكلة، مش كل يوم اكلة. لا لا لا، مفيش مجال للفرهدة دي. كل 3 ايام او كل يومين اكلة حلوة دي. ويلا بينا في اول فيديوهاتنا. اكلة 3 ايام. جبت الفراخ، حطيت عليها ميه مغليه، وحطيت عليها معلقه من التوابل اللي انا كنت جايبها من مطروح اللي قلت لكم عليها دي. وحطيت عليها ايه اللي عبارة عن روزماري، بابريكا، كركم، ورق لورا، قرفة، لومي، يعني حاجات حلوة كده. حطيت عليها بصلة وسبتها لحد ما استوت الفراخ، وبعد كده نشيلها ونصفي الشوربة ونحط 3 كوبايات رز ياخدوا 6 كوبايات شوربة، يعني ضعف كمية الرز بتبقى شوربة. بعد ما غسلنا الرز ونقعناه وظبطناه كل حاجة، حطينا عليه الشوربة المتصفية طبعا. وبعد كده بنسيبها تستوي، ونروح عبال ما الرز يستوي نعمل ايه؟ نعمل الدقوس، سلطة الدقوس الرائع. حطيت طماطم، عليهم فلفل حامي، وعليهم فصين توم، وعليهم ليمون وفلفل. لا، وحطيت وملح ليمون وملح، وحطيت عليها كزبره لان انا ما كانش عندي كزبره خضراء. هي المفروض يتحط عليها كزبره خضراء بس انا ما كانش عندي، فعملنا بكزبره ناشفه. وجينا هنا نفضيها بقى في صينيه. الرز بعد ما استوى هنحط عليه زبده طبعا، لان انا ما حطيتش الزبده في الاول. هنحط الزبده ونقلبه ونسيبه كده لما يتشرب الزبده. وبعد كده هنيجي نحطه على صينيه عشان ندخله الفرن هو والفراخ. طبعا دهنتهم بمعلقه زعفران عليها معلقه ميه، دهنتهم بيها كده عشان ياخدوا لون وما يتحرقوش في الفرن. وعملنا كده فعلا الخطوه دي فعلا، ودخلناها الفرن واخدت اللون. المفروض بعد ما اخدت اللون ان احنا كنا نحط بقى فحمايه وعليها زيت ونلف بفويل، بس انا الصراحه ما كانش عندي وقت للفرهده دي، فاكتفيت بشويه زبيب عليهم كده، وبارك الله فيما رزق. يعني هي اكله 3 ايام هنقعد نبدع فيها. وبعد كده حطيتها وبقت بالشكل الرائع الجميل دوت، وتسلم ايدي والله عشان انا ما بعملش حاجه وحشه. وباذن الله يا بنات اول ما نخلص سلسله كل 3 ايام اكله ديت، ممكن نعمل سلسله كل اسبوع اكله او كل شهر اكله. هي عدم فرهده وخلاص. وبالشكل دوت اقدر اقول لكم ان الاكله هتكون خلصت، وبالف هنا وشفا، ويا رب تعجبكم، وباي باي.